قدم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني واجب العزاء والمواساة في وفاة الشخصية الاقتصادية والتجارية والإنسانية البارزة الحاج أحمد عبد الله الشيباني، الذي انتقل إلى جوار ربه تاركا خلفه إرثا وطنيا واقتصاديا وإنسانيا. وعبر رئيس المجلس ومعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، وعضو مجلس النواب الشيخ علي الوافي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والوجهات الاجتماعية في المحافظة، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وأسرته الكريمة وكافة آل الشيباني في هذا المصاب. وأكد البركاني أن الفقيد رحمه الله كان من الشخصيات البارزة التي جسدت معاني الوفاء للوطن والإخلاص في البناء والعمل، مشيرا إلى أنه كان نموذجا للرجل الأعمال الذي أسهم في دعم التنمية والاستثمار الوطني في أصعب المراحل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر أولاد الفقيد وآل الشيباني عن شكرهم وتقديرهم لرئيس المجلس وعن سعادتهم البالغة لهذه الزيارة الكريمة وعلى مشاعره الصادقة والطيبة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح والسداد.